خلاص خلاص. وهذا هو شجر اختلف فيه علماء المعاصرة، وقد قال بعض العلماء هذا هو حرام، وقال بعضهم نتوقف، وقال بعضهم حلال. وفي هذا في هذا الحكم متوقف على من يعرف العلم. شجرة تسمى القات يعرفونه الإثيوبيون واليمانيون كلهم يعرفونه. يقول الشيخ فوزان نعم حفظه الله ورعاه وطول عمره يقول القات حرام أشد، ولكن هو شيخ عالم ونحن لا نقف أمامه. ولكن قال الشيخ صالح العثيمين رحمه الله تعالى، الشيخ فوزان أخطأت في كلامه. قال الشيخ صالح العثيمين فوزان رحمه الله تعالى القات لا أعرفها ولا أعرف ما تفعل بإنسان، فلذا من يحكم عليها من يعرفها، فرجع الحكم إلى من يعرفها للعالم الذي يعرفها، فلذا توقف عن حكمه. وبعض المشايخ الإثيوبيون حلال كالشيخ الموجود من الشيخ الموجودين في هذا الأوان كشيخ موسى سؤالة والشيخ عثمان دفي وغيرهم كثيرون من المشايخ والدعاة كانوا يبيحونه، وبعضهم يحرمونه ويقولون هو حرام، ومنهم من بلغه بحد شرب الشيشة والدخان والخمر. وهذا الشيخ كان يقول القات حرام ملحق بالخمر والشيشة، فلذا يقول هل كلامه صح؟ ولكن لو استدل عليه بدليل من الكتاب والسنة لنأخذ منه، ولكن ليس في الكتاب والسنة ما نعرف صراحة على تحريم هذا. ولكن فما الذي تقول أنت في حكم هذا شيخ؟ قال الله تعالى في آياته الكريم وحرم عليكم الخبائث فإن القات يحكم عليه حكم الخبائث، فإن الكبائث يضر البدن ويضر الدين، فإن هذا يضر الدين ويضر البدن. ولهذا قال الله تعالى في الجملة في سورة الأعراف وحرم عليكم الخبائث. وهذا نلتقي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول رب العزة والجلال في سورة البقرة الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات. هذا الشيخ ذكر كلاما يكون عليه دليلا ثم فر منا، وإن كان هذا هو دليلهم لا نحكم عليه بتحريمه. نعم. ولكن هذه القات عفوا الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى يبيحها، ولكن بعض العلماء وبعض الناس يقولون كان يخزنها وكان يأكلها، وبعضهم والعلماء رد عنهم، والعلماء رحمهم الله ردوا عنه وقالوا ما خزنه وما أكله. فهذا لا نعرف فيه، لا ندخل فيه، نتوقف. فالله تعالى حكم هذه القات نحن لا نحكم على هذا القات بالحرام ولا بالحلال. نعم نتوقف، ولكن أن نترك أن نأكله إن شاء الله تعالى، فالله هو القادر على ذلك. أنا لا أترك أكل القات. نعم. أنا لا أترك. نترك. لما تركت؟ نترك. ما رأيت عليه ما فإننا لا نعرف حكمه. واستدل بعضهم وقال إنها من الخبائث. في كل شيء الإباحة. ما خامر العقل وفتر البدن عن العمل هو حرام، وهذا هو حرام. ولكن وهذا القات لا يفتر الجسد عن العبادة والذكر والصلاة والصوم إلى غير ذلك. عد بعضهم من مضراتها
من مضراتها أن تتناثر الأسنان من فم الإنسان لأجلها، والأسنان يتسود عن أكله. نعم عن أكله، يفني الأسنان. هذا من عدم استعمال السواك، ليس بأكل القات. خلاص